اللي بيخلي ان العلاقه الحميميه ما تبقاش كويسه؟ ايه اللي بيخلي حد يطلع بره يبص في حته تانية؟ ايه اللي بيخلي واحده بنت شويه تبقى مع ده وعجبها نوع معين من الشخصيه وبعدين يظهر حد تاني في حياتها تلاقي نفسها متهوله بين الاتنين؟ في صنف من الرجاله وده الشائع طريقه تعبيره عن الحب بالافعال، يعني بيحب يعمل حاجات لمراته، يحب يديها حاجات، يجيب لها حاجات، يسمع اي حاجه هي محتاجاها يجيبها لها. دي طريقه حب جميله قوي، بالفعل هو بيقدم حبه، بيعبر عن حبه. وفي واحد راجل تاني طريقه حبه ان هو يسمعها كلام حلو ويسخن ودانها قوي ويقعد يقول لها هي حلوه قد ايه ويتغازل فيها ويفتح لها باب العربيه ويسأل عليها الصبح ويسأل عليها بالليل، ولكن في حياته الشخصيه ما عندوش طموح، مش ناجح قوي، يمكن يكون دخله اقل من دخلها، يمكن يكون من طبقه عائليه اقل، وتلاقي البنت محتاره بين ده وبين ده. انا عايزه اتكلم على الظاهره دي. في بنات كتير ما اتجوزوش لسه عايشين في الحته دي، اللي واحد بيقدم لها طريقه الحب اللي هي تناغش قلبها، واحد بيقدم لها طريقه الحب اللي تديها الاساس يقدر يفتح لها بيت راجل، بس كله عن طريق الافعال. واحد بيتكلم على المشاعر وافعاله، قدراته على انه يديها امان، يفتح بيت، مش قد كده. في المثال بتاعي انا ما بقولش كل الرجاله اللي كده كده ولا كل الرجاله اللي كده كده، يعني انا مزوداها قوي ومقفره فيها شويه عشان خاطر تقدروا تفهموا انا بحاول اقول لكم ايه، رجاله وستات، بنات ولسه على وش جواز. لما انا كبنت انا محتاجه اتعلم حاجه والرجاله دول محتاجين يتعلموا حاجه تانية، فانا هنحط ده على الترابيزه النهارده، ويا رب يهدينا جميعا عشان نعرف نلاقي اللي احنا بندور عليه. كلنا عايزين نحب ونتحب ونعيش في سلام. المشكله في ان مش ان احنا بندور عليه، المشكله في اننا بنحاول نطبقه بطريقه غلط. بمعنى ايه؟ البنت اللي بتسمع كلام الحلو وبيدفي قلبها ومتخيله ان ده كفايه وتخليها متشحططه او عندها نوع من كونفيوجن بين الراجل ده والراجل ده، الراجل اللي بيسمع الكلام الحلو ده دايس على زرار العاطفه اللي نقصت في بيتها. بابا الرجاله اتربت على انها تعبر بالطريقه اللي ما فيهاش الاحساس، اللي فيها الافعال، فهي ناقصها ده. ولو ماما كمان ناشفه شويه ولا بارده شويه ولا كان عندها ام ولا اب ما حضنواش قوي، فهي ناقصها ده. يعني احنا بنتكلم على احتياجات عاطفيه غير ملباه بتخلينا نقع في فخ اللي بيحاول يضحك علينا بكلمتين حلوين. يعني هو ساكن مثلا في مصر الجديده وانتي ساكنه في زايد، ما يعرفش ينزل لك زايد لكن يعرف يروح يشوف صحابه عشان يلعب معاهم كوره، لكن بيسمعك كلام حلو كتير، انتي وحشاني، انتي عجباني، انا بفكر فيكي، لكن فعله ما بينزلش عشان يشوفك، بينزل عشان يشوف صحابه. تبتدي تاخدي بالك من ده، فهمي انه ايه الكلام الحلو محتاج يبقى وراه افعال تسنده. فهمتيني؟ دوري بقى الافعال دي موجوده ولا مش موجوده قبل ما تتجوزي عشان ما تتلطشيش. ناخد الراجل التاني. الراجل التاني عنده افعال حلوه ولكن ناقصه انه يعرف يقول كلام حلو. الراجل ده محتاج يفهم ايه؟ ان الست عامله زي الورده يا جماعه. الست بطبيعتها محتاجه اللغه اللي فيها الكلام، مش كلام فاضي. بمعنى ايه؟ مش كلام ما فيهوش وراه افعال. واحد راجل عنده كلام اللي ما عندوش افعال، واحد راجل عنده افعال ما عندوش كلام. الراجل اللي عنده الافعال عنده الحته الاساسيه لكن ناقصاه الحته العاطفيه. الرجاله ما اتعلمتش ازاي تعبر عن مشاعرها ولا تحس بيها عن طريق الاحاسيس. ولكن لما واحد راجل تاني يقول له كلمتين حلوين او مديره يقدره في البنك هو بيفهم ده. فانا محتاجه الرجاله في حته مراتاتهم اللي عندهم القدره ان هم يدوا الحب عن طريق العطاء المادي والافعال يفهموا ان الست محتاجه العاطفه، عشان الست بطبعها عاطفيه، بس مش محتاجه عاطفه ما تكونش مسنوده بافعال. والستات انتوا محتاجين تبتدوا تشوفوا العلامات دي. واحد بيديكي كلام ما بيديكيش افعال، ده معيشك في الوهم يا حبيبتي. فلو جوزك كده او كده الراجل محتاج يتعلم يزود الحته اللي عنده. اللي ما عندوش افعال يبتدي يشوف ان كلامه لازم يتسند في افعال. واحد راجل يقول لي ايه انا ما بتقمص، وبعدين اول لما يسمع كلمه حاسس انها ضربت رجولته، وما تفهمش بقى اللي بيضرب رجولته ايه، لانه في عنده حساسيه غير طبيعيه، والحساسيه الغير طبيعيه دي معناها ان في عدم ثقه في النفس. ده بيعبر عنه كده، يعني الحساسيه اللي زايده قوي اللي تخلي واحد يتقمص قوي كده ويقول لك إيه؟ انا ما بتقمص. طب ماشي ما نشوف، انا افهم حاجه غلط هو يفهم حاجه غلط، يروح مقموص وتكلميه في التليفون ما يردش عليكي، تكلميه تاني يوم تصبحي عليه ما يردش عليكي، تقولي له انت مقموص يبتدي بقى يقول لك اصل مش عارفه ايه وايه. انت من قيمه يومين بتقول انك انت مش مقموص، طلع انك انت بتتقمص. تعرف على روحك شويه بقى ولا ايه؟ فاهمين انا بحاول اقول لكم ايه؟ ما نتاخدش قوي كده في الكلام الحلو لانه خطر لما ما يكونش مسنود بافعال. نبتدي نبص عشان نعرف نشوف الحقيقه. الحقيقه بتدينا سلاح قوي تخلينا ما نتورطش. ولو احنا اوريدي اتجوزنا نحاول يا رجاله نتعلم نتقرب شويه من لغه الستات. وانتي طلباتك كمان لازم تبتدي تحطي فيها شويه وعي. بمعنى ايه؟ ممكن هو يمكن يعرف يقولك كلمه حلوه لكن ما تتوقعيش انه لازم يفتح لك الباب يكلمك الصبح يقولك كلمه حلوه كل يوم. ما خدش باله من تسريحه شعرك يبقى ما بيحبنيش.
تحبنيش، لا بلاش كمان الافوره بتاعت الطريقه الوهميه بتاعت الافلام اللي احنا عايشينها دي، كانها هي دي الطريقه اللي الحب بيها بيعبر عنه في المشاعر. لا دي برضو حاجه ملخبطاكوا قوي، والدنيا مش كده. هو يقرب شويه وانت تقربي شويه، فهنلاقي الحميميه والعلاقه الحلوه بين راجل وبين ست، لانك انت في الاخر نفسك ترجع البيت تلاقي مراتك بتستقبلك بروح حلوه مش مجبوره. بتفرج على التمثيليات العرب انا مخضوضه، التمثيليه زي في مفترق الطرق، الايه الراجل بيحاول يغصبها عن طريق ان هو يبوظ سمعتها عشان يغصبها ترجع لبيتها. ايه المفهوم الحب المرضي ده؟ نفوق يا جماعه، محتاجين نفوق من الوهم اللي احنا عايشين فيه، ونبتدي نسمي الحاجات بمعاني اصليه عشان نعرف نلاقي حب بجد ونرتاح بجد ونخلص من العذاب اللي احنا فيه ده. حاولوا.